اتعلمت انا درس كده في الثورة، انه ما ينفعش اسلم دماغي لمجموعة ناس مزاجية. ما ينفعش اسلم دماغي لمجموعة ناس مزاجية او مجموعة ناس متنظمة بشكل سري بعيد عني. انا مش عارفني بيقولوا ايه مع بعض. جماعة الاخوان المسلمين ربنا يهديهم يا رب ويهدي قياداتهم ويهدي الناس اللي مفتونة بيهم ومضحوك عليهم بيهم. افسدوا في الارض، والله رؤيا العين شايفها بعيني. افسدوا في الارض وعهد لا اله الا الله وعهد الكتاب لا اله الا الله افسدوا، وعهد كتاب القرآن وعهد لا اله الا الله افسدوا في الارض. ومحتاجين يراجعوا نفسهم، لان افسادهم في الارض كان باسم الدين، فتنوا الناس عن الدين. انا اتفتنت عن الدين. فخلي الناس تبقى فاهمة ان في مسؤوليات، ما نسلمش نفسنا لمجموعات منظمة سرية بيركروتوا الاطفال. زي ما انا انضميت ليهم وانا شاب صغير، بيضحكوا عليك 6 شهور ما يقولكش هو مين اصلا، لحد ما تقعد تلعب معاه في نشاط رياضي ونشاط مش عارف ايه في الجامع ومش عارف ايه، طلعوك من الجامع على المعسكرات والكتايب والحاجات دي. فالناس دي ما كانش ينفع ان احنا نسلمهم بلدنا مهما كان جور اهل السلطة. على الاقل عندهم شوية خبرة، على الاقل عندهم شوية خبرة، يعني بيفهموا يسوقوها. مش عارفين يسوقوها بس بيفهموا يسوقوها. يعني على الاقل عندهم الخبره اللي تخليه سايق شويه. انما نجيب واحد من بعيد كده مش فاهم اي حاجه، مسلم دماغه المرشد حالف له ولاء عشان يسوقها. كانت غلطه كبيره، بس معلش كلنا غلطناها وعادي. يلا بينا نصلح من نفسنا، واخواتنا اللي منهم يغير من رايه ويصلح من نفسه، ما ظلمش حد او يتحاسب على ظلمه لاي حد، خلاص ده اخونا، يلا بينا. لكن ما ينفعش انا عشان ارضيك وارضي وضعك عشان انت قاعد مفكرها بشكل مختلف اقول لك الكلمتين اللي يريحوك. لا يا حبيبي، ما اقولها لكش، لان انا ساير على نفسي. انا من 2019 ساير على نفسي الحمد لله. كنت بحاول المها من 2013 لحد 2019، ما كنتش عارف. قلت والله العظيم لا اسيبها لنفسي، يلا صرت على نفسي علشان اشوف في النهايه اللي انا شايفه دلوقتي واستقر في قلبي ان الثوره دي طالما كانت حصلت يبقى كان لازم تحصل، لانها اقدار مقدره من بدء الارض. الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح لاهل الطائف واذوه قعد يدعي ربنا انه ما يكونش ربنا غضبان عليه، وما وجهش اي اساءة او دعوة او اي حاجة لاهل الطائف ولا ذكرهم اصلا. قال وهواني على الناس، وهواني على الناس. شوف شايفهم ناس. شوف الرقي في التعامل يا عم الاسلامي انت وهو. عشان اصلنا تعبنا من الناس اللي رفعالي الشعارات وهم يعني بتوع كلام، لان الكلام بيبان في العملي. الدين في المعاملة يا اسطى، في المعاملة. تصلي ربنا، تحضر صلاة الجامع، بركة ليك يا اخويا، الف مبروك. بس الدين في المعاملة. هتصلي يعني وتظلم اخوك بتاعك عليه في الميراث، ولا هتصلي تاكل مال اليتامى قرايبك الصغيرين؟ طب ماشي، من لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر، بص بسيطة ازاي، فلا صلاة لها. انك تضحك على مين يعني؟ ما هو انت لو بتصليها صح هي هتنضفها لك فتنزل تعمل الصح. كلنا بنغلط، وكل الناس اللي غلطت يا عم انا غلطان للصبح، ده انا غلطان بديني، غلطان في ديني، غلطان في ربي كمان. وانا كنت بعيد عن الايمان ومن بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. كنت كاتب ورقه ادبيه استغفر الله العظيم بقول ان ربنا بينتحر وانا اللي كاتبها وفرحان بنفسي قوي يعني. فانا كنت بعيد خالص. فاحنا ما بنحكمش على حد، اي حد عمل اي حاجه يا رب يكرمك تصلح غلطتك ويكبر بخاطرك، بس اعترف.